يا جماعة، اللي حصل معايا اليومين دول ما يتصدقش، لدرجة إني لحد دلوقتي مش مستوعبة. أنا اسمي منى، أرملة وعايشة لوحدي في شقة صغيرة في الدور الرابع في عمارة قديمة في حي شعبي. يومها كنت فاتحة الشباك والبلكونة بدري عشان الهوا يدخل شوية ويجدد نفسيتي، لأني من فترة نفسيتي على الحديدة. وأنا واقفة في البلكونة سمعت صوت واحد تحت بيقول: خس، خس طازة يا خس. بصيت لتحت كده، لقيت راجل بيزق عربية خشب مليانة خضار. بس اللي لفت نظري مش الراجل، لأ، الخس نفسه. حجمه كان غريب، ورقته كبيرة وخضرة بطريقة ما شفتهاش قبل كده. فضلت أبص من فوق كده وأقول في نفسي: إيه ده؟ هو الخس بقى كده إمتى؟ أنا طول عمري أروح السوق وأجيب خس عادي، بس بالشكل ده عمري ما شفته. كنت محتاجة أشتري خس من فترة، بس ماليش نفس أروح أزحم في السوق لوحدي، خصوصا إني أصلا ما بحبش أخرج كتير من بعد ما جوزي الله يرحمه مات. ورغم إني عادة بخجل أكلم حد في الشارع، لقيت نفسي من غير تفكير كده بنده بصوت عالي: يا بتاع الخس، يا أخويا. بص فوق وقال: أيوة يا مدام. قلت له: اطلع عندي لو سمحت، أنا ساكنة في الدور الرابع، عايزة أشتري خس. قال لي: ما تنزلي انتي، أنا تحت هنا. قلت له: والله يا ابني رجلي مش مساعداني ودواري تعبانة، اطلع بس دقيقة وخد حقك وزيادة. وقف لحظة، بص لتحت على عربيته، وبعدين قال: طيب حاضر يا مدام، ثواني واطلع. وأنا مستنية أقول في نفسي: هو أنا اتجننت؟ أطلع واحد غريب عندي الشقة؟ بس في نفس الوقت أنا بقالي سنين لوحدي، ولا ضحكة ولا صوت ولا حد يخبط على بابي غير رجل البريد أو جارة مستعجلة. حسيت إني محتاجة أكلم حد، أي حد، حتى لو بائع خس. سمعت صوت خطواته وهو طالع على السلم. كان السلم قديم والخشب بيزيك، وكل طلعة درجة كأن قلبي بينط معاها. جريت على الدولاب، لبست عبايتي السودة السريعة وعدلت الطرحة، وبصيت لنفسي في المراية: يا بنتي إيه اللي بتعمليه؟ بس في نفس اللحظة حسيت إني مش قادرة أرجع في كلامي. خبط على الباب: مدام منى؟ اتخضيت، وبعدين فتحت الباب بهدوء. لقيت راجل في آخر التلاتينات يمكن، لابس جلابية بسيطة وشنب خفيف وطول واضح. ملامحه فيها تعب اليوم كله، بس عيونه فيها جدعنة. قال: إزيك يا مدام؟ أنا البياع، كنتي عايزة خس؟ قلت بسرعة وأنا بحاول أخبي ارتباكي: اتفضل، ادخل ثانية، هجيب لك حقك واختار الخس اللي عايزاه. دخل وهو باصص حوالين الشقة اللي فاضية إلا من شوية عفش قديم وتلفزيون صغير وساعة حيط مش شغالة. حسيت إني مكشوفة قدام واحد غريب، بس في نفس الوقت كنت حاسة إن وجوده كسر حاجة من سكون البيت. وأنا باخد منه الربطتين خس، لقيت نفسي من غير ترتيب بسأله: الخس ده ليه كبير كده؟ شكله غير اللي في السوق. ابتسم ابتسامة صغيرة وقال: دي نوعية خاصة، واعتبريها سر شغلي. أنا هنا فضولي زاد، وقلبي بدأ يدق أسرع. يا ترى إيه حكايته هو؟ مش بس حكاية الخس. تعالوا نكمل في الجزء التاني، هتعرفوا فيه إيه اللي خلاني أفتح له قلبي وأحكيله عن حياتي لأول مرة من سنين. بعد ما دخل البياع الشقة وقعد على طرف الكرسي اللي في الصالة، حطيت الخس على الترابيزة، وقدامنا كوبايتين شاي كنت مجهزاهم بسرعة، لأني من أول ما سمعت خطواته على السلم قررت أضيفه، يمكن يطول قعدته شوية. قلت له: اتفضل اشرب الشاي، شكلك لفيت كتير النهاردة. بص على الكوباية وقال: والله يا مدام مش ناقص غير كوباية شاي فعلا، بس العربية تحت في الشارع وخايف أسيبها. قلت له: يا راجل العربية مش هتطير، وبعدين دي منطقة هادية كله عارف بعضه، اشرب بس وروق دماغك. قعد قدامي ومسك الكوباية بحذر وقال: اسمك ايه يا مدام؟ قلت: أنا منى. قال: تشرفنا يا مدام منى، أنا اسمي حسن. سكتنا لحظة وبعدين سألني: انتي ساكنة لوحدك هنا؟ اترددت شوية وبعدين قررت أكون صريحة: أيوة، لوحدي، أنا أرملة. وشه اتغير وقال بهدوء: البقاء لله، عندك أولاد؟ هزيت راسي: لا، ما حصلش نصيب. سكت ثواني وبعدها قال:
ربنا يعوضك خير يا مدام منى. الكلمة دي خلت قلبي يهتز، لأني بقالي فترة طويلة ما سمعتش حد يدعيلي من قلبه. علشان أغير الجو قلتله: وإنت يا حسن متجوز؟ ضحك ضحكة قصيرة فيها مرارة وقال: كنت، دلوقتي مطلق. قلت بسرعة: إزاي يعني؟ قال: قسم ونصيب، الدنيا ما بتمشيش زي ما احنا عايزين. في اللحظة دي حسيت إن بينا حاجة مشتركة، هو خسر زواجه وأنا خسرت جوزي، الاتنين موجوعين بطريقتهم. رجعت تاني للسؤال اللي كان شاغلني من بدري: طب اسمع يا حسن، الخص اللي عندك ده كبير ليه كده؟ شكله غير اللي أعرفه. ضحك وقال: انتي اللي مركزوا مع الخص ولا معايا؟ اتكسفت وبصيت في الأرض وقلت: لا، مع الاتنين، بس بجد شكله ملفت. قال: بصي يا مدام منى، الموضوع مش سحر ولا حاجة، احنا بنهتم بيه من أول ما يتزرع، سماد مظبوط، مية محسوبة، وشوية خبرة من سنين الشغل في الخضار، يطلع بالشكل اللي شايفاه. هزيت راسي، بس جوايا كنت حاسة إن الموضوع أكبر من مجرد خس. كنت حاسة إن حياتي نفسها محتاجة حد يهتم بيها عشان ترجع خضرة من جديد، زي الورق اللي قدامي. فضلنا نتكلم في كلام عام، عن الغلاء وعن الدنيا وعن الوحدة. لقيته بيتكلم باحترام، مش من النوع اللي عينه زايغة ولا بيحاول يستظرف. العكس، حسيته راجل بسيط، بس عنده كرامة وعنده مبدأ. وأنا اللي طول عمري بخاف أفتح قلبي لحد، لقيت نفسي بقوله: أنا بقالي 7 سنين لوحدي هنا، الشقة دي ورثتها من جوزي الله يرحمه، ومفيش حد من أهلي عايش، يعني أنا مسؤولة عن نفسي في كل حاجة. بصلي بنظرة فيها شفقة بس كرامة وقال: صعب، الوحدة صعبة قوي. قلت: أصعب مما تتخيل يا حسن. في اللحظة دي صوت الساعة اللي على الحيطة اللي بقالها شهور بايظة عمل تكة غريبة، كأنها فجأة فاقت، وده خلاني أركز أكتر في إحساسي إن اليوم ده مش عادي. حسن قام وقال: بص يا مدام منى، أنا لازم أنزل أشوف العربية قبل ما يحصل لها حاجة، هطلع لك تاني أديك باقي الخس لو عايزة، ونتكلم براحتنا شوية لو تحبي. ابتسمت من غير ما أحس: ما تتأخرش، الشاي لسه مخلصش. هو نزل وأنا فضلت واقفة في نص الصالة، بس مش قادرة أتحرك من مكاني. أسئلة كتير بتلف في دماغي: يا ترى هيرجع؟ ويا ترى لو رجع حياتي ممكن تتغير بسببه؟ تعالوا نكمل في الجزء الثالث، وهتعرفوا القرار المجنون اللي خدته وأنا مستنياه. وقفتي في الصالة وأنا مستنية حسن ترجع. حسيت إن الوقت بطيء بشكل غريب، كل دقيقة بقت ساعة، وكل حركة في الشارع تحت بحاول أربطها بصوته أو بخطواته. دخلت المطبخ، غسلت كوباية الشاي بتاعته، ووقفت قدام الحوض أبص من الشباك الصغير على الشارع. بس من الدور الرابع ما كنتش شايفة غير جزء بسيط من العربيات والناس اللي رايحة جاية. قلبي كان بيقولي: هو مش هيرجع، هينسى، ولا يمكن أعتبرك مجرد زبونة والسلام. بس في نفس الوقت كان عندي أمل صغير، أمل خلاني أرتب الشقة بسرعة، وأعدل الكراسي، وأمسح الترابيزة، كأني مستعدة أستقبل ضيف مهم. وأنا بلمع التراب من على التلفزيون لقيت صورتي منعكسة على الشاشة السوداء. وقفت دقيقة أبص لنفسي: يا منى، بقالك قد إيه ما قعدش قدامك راجل محترم تسمعي منه كلمة حلوة؟ البنات في سني من زمان اتجوزوا وخلفوا وبقوا جدات كمان، وأنا لسه واقفة في نفس النقطة من 7 سنين. حسيت لحظتها إني تعبت من الانتظار السلبي. ليه ما أكونش أنا اللي أبدأ؟ ليه أستنى حد يطرق الباب وأنا ممكن أفتح باب جديد بنفسي؟ رجعت أقعد على الكرسي اللي كان قاعد عليه حسن من شوية، وحطيت إيدي على الترابيزة وفكرت بصوت عالي: هو راجل مطلق وأنا أرملة، الاتنين لوحدهم، ومفيش حد مسؤول عن حد فينا. ليه ما فكرش في حاجة أكبر من مجرد بيع وشراء؟ الكلام ده عمره ما كان يطلع من دماغي قبل كده، لأني تربيت على إن الست تستنى وما تطلبش. بس الوحدة بتكسر قوانين كتير، منها الخجل. بعد حوالي نص ساعة سمعت صوت عربية بتتحرك تحت، وبعدين سكون. قمت بسرعة على البلكونة، لقيت عربيته لسه موجودة. قلبي هدى شوية. رجعت دخلت الشقة وقلت: لو رجع هكلم معاه بصراحة، مش هلف ولا دور، هقوله إني لوحدي وعايزة ارتاح،
وبدور على راجل يسترني واستره. الكلمات دي خوفتني وأنا بقولها لجوايا، بس في نفس الوقت حسيتني بقوة غريبة. لأول مرة من سنين حاسة إني أنا اللي ماسكة دفة حياتي مش الظروف. سمعت بعدها ب5 دقايق خبط خفيف على الباب. قلبي نط وجريت على الباب من غير حتى أعدل طرحيتي وفتحته. كان هو حسن، نفس الابتسامة الهادية، بس المرة دي شايل في إيده ربطتين خس زيادة وكيس خيار وطماطم. قال: أنا قلت أكملك الطلب وأعتذر إني تأخرت، كنت بشوف حاجة في العربية. ابتسمت من قلبي. ولا يهمك، اتفضل ادخل. دخل وحط الخضار على الترابيزة وبصلي وقال: بصراحة يا مدام منى، أنا ارتحت قوي وأنا قاعد عندك، حاسس إن البيت هنا فيه دفء حتى لو انتي لوحدك. الكلمة دي كسرت آخر حتة خوف فيا. قلت بهدوء بس بوضوح: أنا مش عايزة البيت يكون لوحده ولا أنا أكون لوحدي. بصلي باستغراب بسيط، بس من غير ما يتكلم كملت: حسن، أنا عمري ما قلت الجملة دي لحد، بس هقولها لك دلوقتي. أنا ست أرملة، عندي شقة ملكي وقلبي فاضي من سنين. إيه رأيك نتجوز؟ عينه اتسعت وحط إيده على صدره كأنه مش مصدق. أنا؟ تتجوزيني أنا؟ ابتسمت وأنا حاسة إني برمي كل الخجل ورايا. أيوة إنتي. بس يا ترى رده كان إيه؟ ده اللي هتعرفوه في الجزء الرابع، لما تسمعوا رده الصادم واللي قلب اليوم كله 180 درجة. لما قلت لحسن: إيه رأيك نتجوز؟ حسيت إن الوقت وقف. هو سكت تماماً، ولا حتى شرب من الشاي اللي قدامه، وعينه متعلقة في وشي كأنه بيحاول يفهم إذا كنت بهزر ولا بتكلم جد. قال أخيراً بصوت منخفض: مدام منى، انتي عارفة انتي بتقولي إيه؟ قلت بثبات وأنا باصصله: أيوة عارفة، ويمكن دي أول مرة في حياتي أتكلم بالجرأة دي، بس أنا تعبت من الوحدة. حط الكوباية على الترابيزة وقال: بصي يا مدام منى، أنا راجل بسيط بائع خضار، ما عنديش غير عربية الخضار اللي تحت، لا شقة ولا رصيد في البنك ولا حتى تعليم عالي، طول عمري شغال بإيديا. قلت له: ومين قال إن الراجل بيتقاس بالفلوس؟ أنا مش محتاجة فلوسك، عندي شقتي اللي ورثتها من جوزي الله يرحمه، ولا في حد بياخد مني لا إيجار ولا غيره. أنا محتاجة راجل يسندني، يكلمني، يسأل عليا، أحس معاه إن لسه ليا قيمة. سكت شوية وبعدين قال: طب وأهلك؟ هيوافقوا إزاي على واحد في ظروفي؟ طلع مني نفس طويل وقلت: مفيش حد من أهلي عايش، أنا لوحدي. أختي الوحيدة ماتت من سنين، وأمي وأبويا قبلها. أنا اللي باخد قراراتي بنفسي. شفت في عينه لمعة مختلفة، مزيج بين تعاطف واحترام، وقال: انتي ست جدعة، ودي حاجة نادرة اليومين دول. قلت له: يبقى وافق، مش عايزة حاجة غير إنك تحترمني وتحافظ عليا، وأنا أكون ست بيت ليك، أطبخ ونظف وأقف جنبك زي ما أي زوجة محترمة بتعمل. اتنهد وقال: بصي، أنا لما طلعت عندك أول مرة كنت حاسس إن البيت ده فاضي من الناس، بس مش فاضي من الروح. حسيت إنك ست طيبة وقلبك أبيض، وقلبي ارتاحلك من أول مرة، بس عمري ما كنت أتخيل إنك تعرضي عليا الجواز كده. ابتسمت بخجل، بس حاولت ما أظهرش ترددي. وأنا كمان عمري ما تخيلت إني أقول كده لحد، بس أهو حصل. قال فجأة: ممكن تديني يومين أفكر؟ الكلمة دي كانت زي سكينة. يومين؟ أيوة، أكيد من حقه يفكر، بس قلبي اتشد. طب لو رجع عن كلامه؟ لو مهرب لطيف؟ لو دي طريقته للهروب؟ بس قلت: طبعا، خد وقتك، بس ما تتأخرش، قلبي تعب من الانتظار. ابتسم ابتسامة خفيفة وقال: أوعدك مش هطول. قام واخد عربيته ونزل، وأنا واقفة في البلكونة أبص عليه وهو ماشي بالعربية في آخر الشارع، وكل خطوة ليه كانت سحب من رصيد الأمل اللي جوايا. عدى اليوم الأول، مفيش. اليوم التاني، مفيش. بدأت أقول لنفسي: خلاص يا منى، انسي، شكله خاف أو استعر من فكرة إنه يتجوز ست عندها شقة وهي اللي طلبت الجواز. في الليلة التانية نمت ودمعتي على خدي، حاسة إني اتسرعت،
وإن كلامي كله كان غلط في غلط. بس الغريب إني رغم الألم ما ندمتش إني اتكلمت. حسيت إن على الأقل جربت، ما فضلتش مستنية المجهول. تاني يوم الصبح بعد الفطار البسيط اللي متعودة أعمله لنفسي، سمعت خبط على الباب. خبط مختلف، رزين ومتتابع. قلبي قال هو، بس عقلي قال بلاش أمال كدابة. فتحت الباب ولقيته واقف، حسن بنفسه، واقف قدامي، بس المرة دي شكله مختلف. هدومه أنظف، حلق دقنه، وريحته فيها ريحة عطر خفيفة. ابتسم وقال ينفع أدخل يا مدام منى؟ إيه اللي خلاه يرجع؟ وإيه القرار اللي أخده بعد اليومين دول؟ ده اللي هقوله لكم في الجزء الخامس، واللي فيه هتعرفوا النهاية اللي ما كنتش متوقعاها لنفسي أبداً. دخل حسن الشقة بهدوء وقفل الباب وراه، ووقف في نص الصالة كأنه واقف قدام لجنة بتسأله أسئلة مصيرية. أنا كنت واقفة قدامه، إيديا متشبكة من التوتر، قلبي بيدق بسرعة، بس ملامحي بحاول أخليها ثابتة. قلت له اتفضل اقعد يا حسن. قعد على نفس الكرسي اللي قعد عليه أول مرة، وبصلي نظرة مباشرة وقال أنا فكرت كويس في كل كلمة قلتيها. ما تكلمتش، استنيت. كمل. سألت نفسي إزاي ست عندها شقة ملك وقلب طيب وكرامة تعرض الجواز على واحد زيي، بائع خضار مطلق وحياته كلها كانت تعب. قلت له وسألت نفسك إيه كمان؟ قال سألت نفسي هستاهلها؟ هقدر أكون قد المسؤولية؟ قربت الكرسي اللي جنبه شوية وقعدت وأنا بصاله. وطلعت بإيه في الآخر؟ تنهد وقال طلعت إن الست اللي عندها شجاعة تقول لراجل تعالى نتجوز دي ست نادرة، وإن الراجل اللي يهرب من فرصة زي دي يبقى ما يستاهلش النعمة اللي جات له لحد عنده. اتسعت عينيا وقلت يعني؟ ابتسم ابتسامة صادقة وقال يعني أنا موافق يا مدام منى. الكلمة ضربت في قلبي زي ضربة فرح، حسيت بدمي بيلف في جسمي كله، بس ما حبيتش أبان إني ملهوفة، فقلت متأكد؟ الجواز مسؤولية مش كلمة وخلاص. قال عارف، وأنا راجل شقيان وعارف يعني إيه مسؤولية، لكن بصراحة أول مرة من سنين أحس إنه ممكن يكون عندي بيت حقيقي أرجع له، مش بس أوضة إيجار فوق سطح أو تحت سلم. أول مرة أحس إن ممكن حد يستناني على العشاء. اتأثرت من كلامه وعنيا دمعت، بس مسحت بسرعة وقلت وأنا أول مرة من 7 سنين أحس إن باب الشقة ده ممكن يخش منه صوت راجل وضحكة وحياة. قال بس في شرط واحد. قلبي وقع. خير؟ قال بابتسامة خفيفة ما تعيرنيش يوم إني بائع خضار ولا إن إمكانياتي على قدي. أنا راجل بسيط، بس عمري ما هاكل قرش حرام، وعمري ما أمد إيدي على حق مش حقي. قلت له من غير تفكير لو كنت بدور على فلوس ما كنتش اخترتك أصلا. أنا بدور على راجل بمعنى الكلمة، وأظن لقيته. ضحكنا سوا ضحكة رايقة، وقلبي أخيرا حس إنه لقى مكان يرتاح فيه. اتفقنا إن الجواز يكون بسيط، من غير شبكة مبالغ فيها، ولا فرح ولا مظاهر. شوية ورق في الحلال، وقرآن يتقري، وكلمتين طيبين من شيخ الجامع اللي جنب البيت وخلاص. قال لي أنا هاجي بعد كام يوم مع واحد صاحبي يشهد معايا، ونعمل كل حاجة على نور ربنا، ومش عايز منك غير تدعي إن ربنا يثبتنا. قلت من النهاردة البيت ده بيتك، بس استنى شوية، لسه محتاجة أخلص الخس اللي عندي قبل ما تجيب لي تاني. ضحك وقال ولا يهمك، من هنا ورايح الخس والخير كله جاي على هنا. حسيت إن حياتي اللي كانت واقفة بدأت تتحرك تاني. بائع الخس البسيط اللي شفته من البلكونة بقى فجأة بداية جديدة ليا. ولو انتوي حاسسة بوحدة أو تعبتوي من الانتظار، افتكروا دايما أحيانا باب الأمل بيجي من مكان ما تتوقعوش، يمكن من بائع خس بسيط بس قلبه نظيف ونيته صافي.